السلام عليكم. كنت أتمنى أني أتحدث هذا الحديث أمامكم وأنا على منبري في مسجدي بين الناس، ولكن لو استمريت على هذا لأصابني ما أصاب إخواني العلماء والدعاة والخطباء، أصابني ما أصابهم من السجن والتنكيل والمحاكمات الجائرة. أطل الداعية السعودي عماد المبيض إمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز بالدمام سابقا بفيديو جديد لتوضيح سبب مغادرته السعودية. وأوضح المبيض في منشور على تويتر الخميس: أروي لكم في هذا الفيديو لماذا خرجت من بلادي. وقال: تمكنت من الخروج من البلد بعدما أغلقت جميع الأبواب في بيان الحق وإنكار المنكر، وقد أوجب الله على أهل العلم هذا الأمر. وأضاف: كنت أتمنى أني أتحدث هذا الحديث أمامكم وأنا على منبري في مسجدي بين الناس، ولكن لو استمريت على هذا لأصابني ما أصاب إخواني العلماء، في إشارة إلى الدعاة الذين تم اعتقالهم في السعودية. ونشر مبيض صور العلماء والدعاة والخطباء المعتقلين، ومنهم عوض القرني وصالح الطالب في خلفية الفيديو. وتابع أنه لو استمر في البقاء لا أصابني ما أصابه من السجن والتنكيل والمحاكمات الجائرة على حد تعبيره. ولفت إلى أن الله شرع عبادة الهجرة عندما يتعذر على الإنسان إقامة دين الله أو تبليغه، أو خاف الإنسان على نفسه من الأذى والضرر. وأعلن مبيض الثلاثاء عبر منشور في تويتر عن مغادرة بلاده. وأكد حساب معتقل الرئيس السعودي على موقع تويتر وصول الداعية إلى لندن بعد أن ظهر في فيديو خلال الأيام الماضية ووجه فيه نصائح للملك وولي العهد. وكان المبيض قد نشر في مطلع الشهر الحالي مقطع فيديو قدم خلاله نصيحة لولاة الأمور في المملكة، موجها رسالة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس هيئة الترفيه تركي الشيخ. وفي 2 من مارس نشر المبيض مقطعا جديدا قال إنه لتوضيح ما فهمه البعض بشكل خاطئ من الفيديو: أن اتقوا الله عز وجل في أمر هذه البلاد، وأصلحوا ما يحدث فيها من طمس لعقيدة الإسلام وتبديل هوية الإسلام بهويات أخرى مغايرة. إن هذه البلاد قامت على أساس العقيدة، وقامت على أساس إقامة دين الله عز وجل وتطبيقه، وإن ما يحدث اليوم هو مخالف لما قامت على أساسه هذه البلاد. وأختم إلى اللقاء في خبر آخر. لا تنسى لايك للفيديو والاشتراك بالقناة. شكرا لكم.